السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد ويوم جديد. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الفيديو بتاعنا. زي ما انتم متعودين معايا ان انا بصور معاكم الفراخ البيضة. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا النهاردة حبايبي عمرها 33 يوم. زي ما انتم شايفين، زي ما انتم متعودين ان انا كل كام يوم بصور معاكم. والله يا حبايبي لو اقدر ان انا اصور لكم كل يوم وانزل لكم فيديو هصور وانزل، بس انا عشان يعني بنزل اكل وكده، وكل كام يوم بصور الفراخ، يعني مثلا 2 فيديو بعمل فيهم اكلات وفيديو بنزل فيه كده الفراخ. تعالوا شوف هنحط لهم ايه النهارده على الميه ونحط لهم ايه على الاكل. وزي ما انتم متعودين ان احنا مفيش طبعا علاج ولا في ادويه، احنا متعودين ان احنا نعمل خلطات للفراخ، وطبعا بنحط لهم حاجات على الميه. تعالوا نشوفوا احنا هنحط ايه النهارده. احنا دلوقتي حبايبي بالليل، الصبح انا كنت حاطه لهم على العلف توم وبصل وليمون وخل ونص بنجرايه، دي اهم حاجه كل يوم الصبح. تمام. نمسك بقى العلف كده نبسسه كويس جدا وننزله للفراخ البيضاء. اهم حاجه حبايبي الفطار بتاعهم كده الصبح زي ما بقول لكم. يعني لو عندك كده فراخ حتى لو هي سارده، جربي ان انتي الصبح كل يوم تفطريهم كده التوم والبصل والليمون والخل. ويا سلام بقى لو حطيتي معلقه عسل اسود ومعلقه من البهارات اللي احنا عاملينها مع بعض. طيب بالليل بتحطي ايه؟ انا بالليل كل يوم بحط لهم، يعني مثلا النهارده بنعمل خلطه، بكره بنغير. طيب بالليل نحط ايه بالليل على العلف يا حبايبي؟ حاولي برضو ان انت تحطي حاجات على العلف، ما تحطيش العلف كده ساده. انا بالليل كل يوم بحط معلقتين من العسل الاسود، معلقتين كبار. طبعا انا عندي هنا 50 فرخ، انت لو عندك 10، عندك 20، عندك 15، بتقللي شوية من العسل عشان العسل كتره بيعمل للفراخ اسهال. تمام. فانا كل يوم الكمية اللي هي 50 بحط لهم معلقتين كبار عسل اسود، وبعد كده بحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من البهارات. اهم حاجة حبايبي البهارات، البهارات بتفتح شهية الفراخ وبتخليهم ما شاء الله، والله بتخلي الفراخ يومها بيومين. يبقى ايه البهارات اللي احنا بنحطها على العلف؟ بنحط، هاتي بقى ب5 جنيه، ب10 جنيه، ب15، زي ما انت عايزة. ب5 جنيه قرنفل، ب5 جنيه قرفة، ب5 جنيه كركم، ب5 جنيه شطة، ب5 جنيه كمون، وب5 جنيه كزبرة ناشفة. عايزة بقى تجيبيها تطحنيها تجيبيها مطحونة، انا بجيب من كل حاجة يا ب5 جنيه يا ب10 جنيه، وبقلب كل ده على بعضه في البرطمان. وكل يوم بالليل بحط لهم معلقة كبيرة او معلقتين بالمعلقة دي. انت بقى زي ما قلتلك على حسب، يعني مثلا ال20 بتحط لهم معلقة كبيرة، انا هنا ال50 بحط لهم من معلقتين ل3 على معلقتين عسل اسود. وبنبسس العلف مع البهارات مع الخميرة. العسل طبعا بيخلي البهارات تمسك في العلف، يعني لما تحطي كده عسل بتبصي تلاقي البهارات ماسكه في العلف. لكن لو حطيتي البهارات كده على العلف، طبعا احنا دلوقتي الفراخ بتاعتنا كبيره فبنأكلهم نامي. يعني انا هنا حبايبي ما بغيرش النامي، انا بادي ونامي. الناهي ده انا ما بجيبهوش ولا بحطه للفراخ البيض، انا بجيب البادي والناهي بس مش اكتر من كده. الناهي ده انا عمري ما جربته عشان ما اكذبش عليكم. النامي بيبقى تركيزه 21%، حلو اوي اوي للفراخ البيضة. طيب لو عندك بقى انت، في ناس بتشتكي من العلف، انا بصراحة العلف اللي انا بحطه للفراخ دي انا ما غيرتش الايمان بصراحة، لان ده متوفر جنبي. انت بقى يعني هاتي نوع علف، اهم حاجة يكون كويس ويكون موثوق فيه، لان في انواع علف يا حبايبي وحشة وحشة ومش بتكبر الفرخ خالص. انا بجيب الايمان بروتين 21%، اللي هو النامي. البادي بجيبه برضو، يعني البادي بجيب الايمان ما بغيرش. انت طالما يعني الفرخ كل معاكي الايمان بادي، يبقى خلاص لحد الاخر تبدأي بالايمان. غيرت بقى في كذا حاجة، في كذا نوع علف، وعلى حسب المنطقة اللي انت قاعدة فيها.
بيبقى كل منطقة طبعا بيكون ممكن يعني ما تلاقيش الإيمان، تلاقي نوع تاني، بس النوع ده يكون كويس مش وحش. هاتيه جربي الأول. مشروب الفراخ يا حبايبي أنا بحط كل 8 ساعات مشروب مختلف. الصبح بحط لهم 8 ساعات بنجر، بعد كده بنضرب لهم 4 5 عيدان من النعناع، باخد كده الورق وبضربه في الخلاط وبحط لهم في السقايات. تمام. اعملي لهم كركديه، اعملي لهم قرنفل، اغلي لهم شمر، اغلي حلبة. اهم حاجة كل 8 ساعات حطي حاجة مختلفة، ما تثبتيش على مشروب واحد، لا. عايزة اقولك اقسم بالله ان المشروبات دي يا حبايبي بتخلي الفراخ ما شاء الله، وطعمها كمان بيكون زي السكر، غير بقى الفراخ اللي هي واخدة علاج وواخدة ادوية. لا، الاعشاب بتغير طعم يعني اللحمه بتاعت الفراخ خالص. عايزه اقول لكم ان انا عندي فراخ بلدي وبذبح منها، بس ما شاء الله اقسم بالله الفراخ البيضه طعمها احلى من الفراخ البلدي. والله يا حبايبي حتى عيالي بيقولوا لي كده، يقولوا لي يا ماما لا الفراخ البيضه طعمها احسن. ليه؟ عشان الفراخ البيضه على طول بقى احنا بنحط يعني البهارات، بنحط اعشاب بتكون مخليه اللحمه مسكره وطعمها حلو. اهم حاجه حبايبي ان انتي ما تحطيش الاكل للفراخ وتاخدي بعضك وتمشي او تنزلي لو هما في البلكونه، لا افضلي كل نص ساعه وبص عليهم. لو هما فوق على السطح كل ساعتين اطلعي واقعدي جنبهم نص ساعه او ساعه الا ربع كمان، شوفي الحمام بتاع الفراخ عامل ازاي. اهم حاجه ساعات بيكون الحمام مدمم، تعرفي ان ده ايه. تمام. ساعات الحمام بيكون اسهال، تعرفي تعالجي الاسهال. ساعات مثلا بيكون اخضر، تعرفي تعالجي الحمام الاخضر. حطي الاكل واقعدي جنب الفراخ شويه. الفراخ البيضه حبايبي عايزه اللي يقعد جنبها، مش عايزه تحطي الاكل والميه وتاخدي بعضك وخلاص على كده تنزلي، او خلاص حطيتي الاكل والميه وخلاص، لا لازم تقعدي جنبها. تعالوا بقى نحط لهم الاكل ونحط لهم الميه ونشوف هنعمل ايه النهارده. دي كميه العلف اللي الفراخ بتاكلها. معايا هنا كميه العلف اللي الفراخ بتاكلها. تعالوا بقى نشوف هنحط ايه. ومعايا معلقه من الخميره، من الخميره الفوريه. ودي يا حبايبي البهارات، ناخد معلقه كده من البهارات. خدت كمان نص معلقه. عايزه اقول لكم البهارات دي ريحتها جميله، اول الفراخ ما بتشم ريحه البهارات بتلاقيها نازله على الاكل. بعد كده ننزل عليهم بمعلقه من العسل، لان لسه هنحط عسل على الميه. نمسكهم بقى نبسسهم مع بعض كويس جدا. لازم تحطي عسل عشان خاطر البهارات تمسك في العلف. لو ما حطيتيش عسل البهارات بتاعتك هتنزل في ارضيه العلف والفراخ مش هتستفيد منها خالص. لازم تحطي عسل كده مع البهارات وتقلبي كويس جدا، تبسسي العلف كده زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه كل يوم تجوعي الفراخ ساعتين او 3، يعني من عمر 10 ايام تجوعي بقى. تبدأي كده نص ساعة، بعد كده 12 يوم تبدأي ساعة، بعد ال 15 يوم كل يوم تجوعي الفراخ بتاعتك ساعتين. بسسنا كده العلف زي ما انتوا شايفين. بعد كده ننزل لهم بالعلف. بصوا العلف ولا هو معجن ولا اي حاجة. نغلف كده العسل بالبهارات بالعلف بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. الفراخ بدأت ان هي تاكل اهيت، لان الفراخ كانت جعانة. ريحة البهارات يا حبايبي بتخلي الفراخ كده تاكل وتملى بطنها، لان ريحتها حلوة، بتفتح النفس، بتفتح الشهية، بتكبر الفراخ. طبعا احلى من الادوية اللي انت بتشتريها بكتير،
بتخلي طعم اللحم بتاعهم مسكر. هاتي ان شاء الله تجيبي ب70 80 جنيه، ممكن تقضيكي الدورة كلها، وعلى حسب الكمية اللي عندك. ده تالت برطمان بهارات يا حبايبي، يعني خلاص كده الدورة ان شاء الله فاضل لها 3 ايام. البرطمان التالت ده يعني على اخر الدورة هيكون خلاص معايا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، يعني عمر الفراخ 33 يوم. بإذن الله احنا هنذبحها قبل رمضان بيوم. كل سنة وانتوا طيبين وبخير وسعادة. بعد كده بقى نحط لهم المية. تعالوا شوفوا نحط لهم ايه على المية النهاردة. ده بقى معانا مشروب جبار. طيب هنحط لهم ايه النهاردة؟ معايا هنا زبدة، تمام، وخميرة وعسل، ومعانا كركم. انا هجيب لكم الكركم اهو. الكركم دي اخر حاجه عايزه اقول لكم، كنت جايبه لهم ب30 جنيه ما شاء الله، يعني فاضل معلقه كده كبيره. ومعانا البهارات، اهم حاجه البهارات دي اوعي تستغنى عنها، تمام. المشروب ده عايزه اقول لكم بقى جبار في زياده الوزن. طيب انا عندي هنا 50 فرخه، هناخد لهم قد ايه؟ هناخد لهم زبدايه. الزبدايه كده كده هي معلقه، يعني مش اكتر من معلقه. الزبدايه دي ب5 جنيه. بعد كده ننزل لهم بسم الله 1 معلقتين كبار من العسل الاسود. ننزل عليهم بمعلقه كبيره من الكركم اهي، معلقه كبيره. الكركم بقى حلو جدا جدا للفراخ البيض. بعد كده ننزل عليهم بمعلقه من البهارات، وبعد كده معلقه من الخميره. نقلب بقى كل ده مع بعضه كويس جدا. المشروب ده حلو قوي قوي. الفراخ البيضاء المشروب ده حلو قوي. الفراخ الحمراء البلدي لو بتربي فراخ صوصو حلو قوي قوي لزياده الوزن. وعايزه اقول لكم بقى بيفتح الشهيه ما شاء الله اهو. ده المشروب بتاعنا بتاع النهارده زي ما انتوا شايفين. بصوا، يبقى احنا هنا حطينا زبدايه، معلقتين عسل اسود، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من البهارات، معلقه كبيره من الكركم. حاجه كده ما شاء الله. الكميه دي يا حبايبي ال50 فرخه. انت بقى لو عندك يعني كميه 20 10 قللي الزبادي وقللي كل الحاجه اللي احنا حطيناها، تمام اهي. اعملي كل يومين كده، اعملي لهم الخلطه دي بالليل. المشروب ده نزلي للفراخ كل يومين المشروب ده بالليل، يعني يوم فيه ويوم ما فيش اعملي لهم بقى المشروب ده. عايزه اقول لكم ما شاء الله بيخلي وزن الفراخ ما شاء الله. يعني حتى الفراخ بتاعتك لو هي سردة مش هتبقى معاكي سردة. لا، عايزه اقول لكم ان انا عندي والله فراخ هنا حبايبي سردة بس ما شاء الله. بصوا اهي اهي، في حاجه اهي الماشيه الصغيره دي اهي اهي، تمام. في واحده اهي بصوا كبرت اهيت، وفي واحده كمان ورا. بصوا في وسط الكبار دول ورا. اهم حاجه كده كل ما تطلعي هشيهم، خليهم يقوموا ياكلوا ويشربوا. في نوع فراخ بيضه عايزه اقول لكم تاكل وتقعد مكانها، وفي نوع ما شاء الله يفضل طول النهار كده واقف على حاله. يعني على حسب بقى انواع الفراخ. وزي ما انتوا عارفين ان يجي قبل رمضان ده كل دورات الفراخ اللي قبل رمضان اكتر التجار بصراحه ما بيراعوش ربنا في فراخ اللي هي قبل رمضان. هاتي فراخ وربي في البيت. لو عندك بلكونه ان شاء الله تجيبي 7 زي ما قلت لكم قبل كده، ان شاء الله تجيبي 5.
بالاعشاب ما شاء الله. يعني ممكن شهر تذبحي الفراخ بتاعتك لو ربيتي كده بالاعشاب. اوعي تجيبي ادويه للفراخ البيضاء، يعني اكتر من مضاد السموم ما تجيبيش، واكتر من التحصينه بتاعت اول اسبوع ما تجيبيش اي ادويه خالص. والله يا حبايبي بالعلاج الفراخ بتاعتك هتدمريها، لكن بالاعشاب بالبهارات اللي احنا عاملينها دي مع بعض، عايزه اقولك ما شاء الله هتلاقي فراخك كل يوم وزنها بيزيد. معلش انا اسفه على الصوت اللي في الشارع ده. فما شاء الله زي ما قلت لكم اهم حاجه البهارات، وزي ما قلت لكم حتى لو الفراخ بتاعتك سرده والله ما هتلاقيها سرده. يعني السرده دي مش هتوزن معاك اقل من كيلو ونص، وان شاء الله باذن الله يوم ما نذبح هنوزن معاكم الفراخ السرده وهوريكم وزنها قد ايه. انا دلوقتي معايا في الفراخ دي 2 كيلو ونص زي ما انتوا شايفين، من البهارات والبنجر والحاجات اللي احنا بنحطها. الفراخ كده تلاقيها حمرا والفراخ مصحصحه ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. بقى نحط لهم الميه. الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض نقسمها على السقايتين. اول معلقه، 2، 3، والسقايه الكبيره نحط لها كده ايه زيها 3 معالق. نقلب بقى كده كويس جدا جدا عشان العسل ما يرققش هو والزبادي في قعر السقايه. تضربيهم مع بعض كده بالشكل ده. وبعد كده نزود السقايات بالميه. السقايه دي يا حبايبي بتاخد 4 لتر، والسقايه دي بتاخد 6 لتر. هنملى السقايات ميه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. السقايات مليتها ميه. بعد كده بقى ناخدها وننزلها للفراخ. الفراخ يا حبايبي بدأت ان هي تروح على الميه تشرب. جربي بقى المشروب ده، المشروب ده حلو قوي قوي للفراخ البيض. يلا لو لسه ما بتربيش فراخ هاتي 5، هاتي 7، هاتي لو عندك مكان هاتي 10. الفراخ البيت يا حبايبي حلوه قوي قوي، احسن من الفراخ اللي انت بتشتريها من بره بكتير بكتير في الطعم وفي كل حاجه. وكمان بتاكلي عيالك حاجه نظيفه، حاجه ما فيهاش امراض، ما فيهاش. يعني عايزه اقول لكم اللي بره دي كلها هرمونات وكلها امراض. هاتي وربي في البيت. التربيه البيتي حلوه، خير في بيتك. تمام زي ما قلت لكم. ان شاء الله لو عندك بلكونه هاتي 5، هاتي 7، هاتي الكميه اللي انت تقدري عليها. هاتي واملي بيتك بالخير. ربنا يجعل بيوتكم كلها مليانه بالخير ومليانه بالفرح ومليانه بكل حاجه حلوه. المشروب ده حبايبي انا بحطه للفراخ يعني يوم فيه ويوم ما فيش، وساعات بفوت يومين واحط لهم المشروب ده. طيب اهم حاجه بقى خلي بالك من الاسهال. تمام، يعني ما تزوديش العسل، ما تزوديش الزبادي اكتر من الكميه اللي انا قلت عليها عشان الاسهال. طيب لو الفراخ بتاعتك جالها اسهال هتعالجيهم ازاي؟ اوعي تجيبي علاج من عند البيطري. هقولك بقى على وصفه حلوه قوي قوي للاسهالات. ب5 جنيه زعتر وب5 جنيه شيح. هاتي رتل ميه واغليهم كده في حله. حطي بقى الشيح على يعني ال5 جنيه شيح على ب5 جنيه زعتر، وقطعي عليهم ليمونتين. قطعي الليمون شرايح. تمام، واغليهم مع بعض على البوتاجاز. اهم حاجه تغطي الحله او تغطي الكسرونه اللي انت بتغلي فيها، وكل العرق اللي يكون على الغطا ده نزليه في الحله، لان العرق ده حلو قوي قوي ومفيد لانه كله زيوت. المشروب ده لحد ما يبرد خالص، وبعد ما يبرد نزليه الفراخ البيضاء. عايزه اقولك هيوقف لك الاسهال من اول سقايه. وممكن تعمليه وتحطيه في ازازه وتحطيه في باب التلاجة يقعد معاكي اكتر من 10 ايام. المشروب حلو قوي قوي للاسهالات. اهم حاجه تابعي كده الحمام بتاع الفراخ زي ما قلتلك. ما تحطيش الاكل وتاخدي بعضك وتنزلي، او في البلكونه تدخلي، لا وقفي جنبهم شويه. حمام احمر هتعملي ايه؟ تجيبي شيح وتحطيه على حرف العلافات كده، يعني رشي كده رشه على حرف العلافات على وش الاكل. عايزه اقولك
يعني ساعة مش هتلاقي حمام احمر خالص عند الفراخ. جربي كده الشيح لو لقيتي حمام احمر. طيب لو حمام اخضر اعرفي بقى ان العلب بتاعك مليان سموم، لازم تنزلي للفراخ مضاد سموم. وزي ما قايله لكم قبل كده، كل يوم نزلي 8 ساعات مضاد سموم. اهم حاجه غيري في المشروب، غيري ما تحطيش مشروب واحد. يعني اعملي المشروب ده ممكن يوم فيه ويوم ما فيش، او كل يومين او يومين في الاسبوع. اهم حاجه اعملي المشروب ده. المشروب ده بيفتح الوزن، يعني بيخلي وزن الفراخ ما شاء الله. اتعبي على الحاجه، ربنا ان شاء الله هيراضيكي فيها. اتعبي، لان كل واحد بيتعب في حاجه ربنا بيراضيه. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. يا رب الفيديو يكون بسيط ويكون خفيف على قلوبكم ويعجبكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.